السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد، وصفة جديدة. كنتمنى من الله هذا الفيديو يلقاكم في أتم الصحة والعافية. اليوم بإذن الله غادي نقترح عليكم عصير اللي سهل وسريع ومكونات بسيطة، والأهم من هذا أنه كيجي لذيذ ومنعش. فكنتمنى تجربوه، كنتمنى يلقى استحسانكم. فإلا عجبكم إخواني أخواتي تقاسموه مع الأصدقاء والأحباب باش تعمل فائدة، وما تبخلوش على اختكم بلايك واشتراك فضلا وليس أمرا. ونبداو الوصفة ديالنا بسم الله على بركة الله. هنا في المكونات غادي نحتاج جزرة واحدة، حبة من المونغ، حبة من البرتقال، وحبة من الليمون أي الحامض. فأول حاجة غادي نقشر هاد الجزرة أو هاد الخيزوة هادي، كنحيدو لها القشرة من طبيعة الحال. من بعد غادي ندوز باش نحكها. فانا استعملت هنا جزر خضر، ممكن نتوما يعني تسلقوها، فكيبقى لكم الاختيار. هنا من بعد ما حكيتها في جهه رقيقه، لاحظوا معايا، هنا غادي نحك القشره البرتقاليه فقط ديال هاد البرتقاله هادي، كتعطي واحد الطعم زوين وكتعطي ديك النكهه الزايده ديال البرتقال. صافي كنحاولوا ما امكن اننا نحكوا غير القشره البرتقاليه، ونحاولوا ما امكن ما ندخلوش في القشره البيضاء. صافي هنا غادي ندوز كذلك نحك هاد القشره الصفراء ديال هاد الليمونه هادي اولا الحامضه، حتى هي نفس الشيء، ما ندخلوش في القشره البيضاء. صافي هنا من بعد ما خديت غير القشره الفوقانيه، هنا كنضيف كميه من السكر. انا ضفت 5 المعالق، ما عامرينش بزاف، وانتم الحلاوه كتبقى على حسب الذوق وعلى حسب الرغبه. فكنمزج هاد السكر مع هاد الجزر والقشره ديال الليمونه وديال الحامضه، وغادي نخليهم جانبا حتى يطلقوا بعضياتهم. هنا غادي ندوز باش نحيد القشره ديال هاد البرتقاله هادي، لاحظوا معايا. من بعد غادي نحيد جميع دوك الخيوط ولا دوك القشور البويض، وماشي مشكل حتى لا بقات شي حاجه، فراه كلشي غادي نطحنوه وغادي نصفيوه فيما بعد. هنا كنقطعوه بشكل دائري هكذا حتى لا كان شي عظيم يبان لينا. صافي من بعد كنقطع هاد البرتقال هادي بشكل يعني صغير او لا بشكل رقيق، يعني كيف ما كتلاحظوا. هنا كذلك بنفس الشيء غادي نقشر هاد الليمونه هادي اولا الحامضه، ومن بعد حتى هي كذلك غادي نقطعها بشكل دائري، وحتى لا كانوا شي عظيمات كنحيدوهم. لاحظوا معايا كنحاولوا ما امكن اننا نحيدوا جميع البذور اولا دوك العظيمات هكذا باش ما يطلقوش لينا المروره في العصير ويجينا الطعم ديالو ما زوينش. فضروري ما نقطعوه قطع صغيره. انا هاد الحامضه دي لقيت فيها يعني العظيمات يعني بزايد. هنا من بعد ما قطعتهم غادي نضيفهم لهاد الجزر مع السكر باش يطلقوا بعضياتهم. وهنا خديت المونغ اللي قطعته، لاحظوا معايا بهذا الشكل هذا. غادي ندمج الكل جيدا وغادي ندوز مباشره باش نوضعوه في الخلاط ونطحن الكل. فهنا خديت الكاس ديال الخلاط، ممكن تطحنوه بالبغا ميكسور. فضفت واحد الكاس ديال الماء وغادي نطحن كل شيء مزيان مزيان. هنا حاولوا ما امكن انكم تطحنوه مزيان باش ما يبقاوش لكم الشوائب اللي هي كثيره. هنا من بعد ما طحنت العصير غادي نصفيه بطبيعه الحال هكذا باش دوك الشوائب يبقاو لينا في هذه المصفات هذه. نفس الكاس اللي طحنت فيه وضعت فيه واحد الكاس ديال الماء، وحاولت انني نهبط داك العصير اللي بقى فيه. هنا كيف ما كتلاحظوا الشوائب اللي بقاو في المصفات حيدتهم. لاحظوا معايا الختوريه ديال العصير كيجي خاتر وكيجي اللون ديالو رائع جدا. فكنضيفوا الماء يعني على حسب الرغبه. انا ضفت هنا لتر ديال الماء زائد دوك 2 كؤوس اللي استعملت من قبل. نتوما ضيفوا على حسب الرغبه وعلى حسب الختوريه اللي بغيتو خفيف راه كتضيفوا الماء بالزايد، بغيتو ثقيل راكم نتوما كتكبوا نتوما كتشوفوا القوام ديالو. وهنا من بعد ما يعني زدت ليه الماء، فهذه هي الكميه اللي حصلت عليها تقريبا 2 لتر ديال العصير. وهنا كنقدمه معكم في هذا الكؤوس. صراحه كيجي عصير ولا اروع، المذاق ديالو زوين وخاتر ومنعش. فكنتمنى انكم تجربوه، كنتمنى يلقى استحسانكم. فلا عجبكم اخواني اخواتي ما تبخلوش عليا بلايكاتكم، تعليقات زوينه بحالكم. فغادي نودعكم وغادي نقول لكم السلام عليكم الى فيديو قادم مع وصفه جديده ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه.